حسب موقع نيشان صحيفة إسبانية، المغرب يطالب إسبانيا بالتنازل عن المجال الجوي للصحراء لفتح الجمارك في سبتة ومليلية. كل شيء جاهز ليبدأ تشغيل الجمارك في سبتة ومليلية بعد حوالي 3 سنوات من المفاوضات. ومع ذلك في أول يوم من العمل قرر المغرب عرقلة دخول الشاحنتين الإسبانيتين الوحيدتين يومياً، واحدة لكل مدينة، اللتين تم الاتفاق عليهما مع حكومة بيدرو سانشيز. هذا القرار أثار دهشة وزارة الخارجية الإسبانية، لكن بعد إجراء اتصالات دبلوماسية تبين وفق زعم مصادر صحفية إسبانية منها صحيفة أوكي دياريو أن السبب يعود إلى عدم وفاء إسبانيا بالتزاماتها التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سرية بخصوص التنازل عن المجال الجوي للصحراء، وهو خطوة أولية لتحقيق السيطرة الكاملة للنظام المغربي على الإقليم. المغرب لا يتحدث بشكل مباشر، بل يعبر عن مواقفه من خلال أفعال محددة يجب تفسيرها. هكذا وصف دبلوماسيون مطلعون على التفاوض مع المغرب وفق ذات الصحيفة الصعوبات التي تواجه تحقيق مشاريع مشتركة بين البلدين. ويظهر هذا الأمر بشكل واضح حالياً في سبتة ومليلية، حيث أعلنت حكومة سانشيز بشكل شبه مفاجئ أن الجمارك ستعود للعمل بداية عام 2025، ولكن وفق شروط صارمة وضعها المغرب. ومع ذلك ومنذ الإعلان عرقل المغرب افتتاح الجمارك التي يفترض أن ترمز إلى الاعتراف الضمني بإسبانية سبتة ومليلية، إذ أوقف الشاحنتين الوحيدتين المسموح بهما يومياً وأخضعهما لتفتيش شامل للبضائع والوثائق، حيث استغرق الفحص في إحدى الحالتين 11 ساعة. وحسب ذات المصادر اندهشت الخارجية الإسبانية من هذا الموقف المغربي، ثم وجدت تفسيراً سريعاً بعد الجهود الدبلوماسية. فوفقاً لما علمته ذات الصحيفة، أبلغ المغرب أن تشغيل الجمارك الحالي لم ينجح لأن إسبانيا لم تف بعد بوعودها، وكان أبرز هذه الوعود هو التنازل عن المجال الجوي للصحراء، وهو طموح استراتيجي واقتصادي كبير للمغرب سبق أن طرحه سانشيز على الطاولة في نوفمبر 2022. رابط المقال تجدونه في الوصف. لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك آرائكم.